عاوز تبقى مشهور وناجح ومحبوب والناس كلها بتشاور عليك وبتسقف لك والكلام الجميل ده كله حقك وحلم مشروع جدا، بس عاوز اقول لك ان هو مش حلمك لوحدك، ده حلم كل الناس. علشان كده الفيديو ده ليك انت، رسالة شخصية ليك انت بشكل شخصي، فركز معايا كده للاخر علشان الكلام ده مهم جدا ولازم تفكر فيه بشكل كويس جدا. الكلام اللي هقوله ده بقوله لنفسي قبل ما اقوله ليك. اول حاجة لازم تفهمها ان النجاح مش معناه انك تبقى مهرج، مش معناه ان الناس تسقف لك وخلاص او تلقي عليك الهدايا، وانت طبعا فاهم الهدايا دي. النجاح الحقيقي اكبر من كده بكتير. النجاح معناه انك تكون فخور بنفسك، وعلى فكرة طريق صعب وصعب جدا كمان. عارف ليه صعب؟ علشان ما بيمشيش فيه الا الناس الجامدين، ما بيكملش فيه الا الناس الجامدين، علشان ما ياخدش لقب ناجح الا شخص جامد بجد. لازم تكون اللي بتعمله يكون له قيمة حقيقية. النجاح مش انك تعمل حاجة غريبة او مهينة علشان تلفت الانظار. في ناس بتقول ان ده نجاح مؤقت، بس انا عاوز اقول لك ان هو مش نجاح اصلا. شفت الناس اللي كانت بتطلع على السوشيال ميديا بتعمل حاجات سخيفة وحاجات مش محترمة علشان تلفت النظر ليها وعلشان تكسب كمان المشاهدات، ومش بس مشاهدات وفلوس ورعاة وحاجات كتير جدا، لكن مش ده المقياس بتاعنا. الناس اللي كانت بتبيع نفسها علشان تعمل اي حاجة بعد فترة ايه اللي حصل؟ الناس بتنساهم، والاسوأ كمان ان الناس ما بتفتكرهمش الا بالحاجات الوحشة اللي كانوا بيعملوها. سمعتهم هتفضل متعلقة بالغلط اللي كانوا بيعملوه، ومهما حاولوا يصلحوها هيبقى صعب جدا. فكر في فلان، ومش عايز اقول اسامي، الشخص اللي كان بيعمل حاجات مجنونة على تيك توك وحاجات مهينة جدا لنفسه قبل ما تكون لاي حد علشان يكسب مشاهدات وهدايا وحاجات من دي. محدش فاكره، لكن الناس بتتكلم عليه لسه بسبب الغلط اللي بيعمله. اسمك بيبقى مرتبط بالحاجة السيئة اللي بتتعمل، وده اصعب حاجة ممكن تحصل لاي حد. اياك تفرط في اسمك او سمعتك او في نفسك مقابل اي حاجة مهما كانت. فالحاجة دي مؤقتة والحاجة دي بتروح وتيجي، لكن اسمك وسمعتك ونفسك ما بيروحوش ويجوا، هي مرة واحدة بس. يتحافظ عليها بقيمتها، يتفرط فيها وتبقى خسرتها للأبد. لازم تعرف ان قيمتك مش في عدد المتابعين اللي بيتابعوك ولا في اللايكات. لما تعمل حاجة ما تشوفش عجبت كام حد، كام واحد شافها. انا عارف ان دي حاجة صعبة، بس معلش لازم نضغط على نفسنا ونعملها، نظبط دماغنا كده، علشان احنا في القناة دي بنعيد التفكير في حياتنا وفي نفسنا علشان نكون افضل. اوعى تقيس قيمتك في الشهرة اللي الناس بتشوفها، قيمتك في اللي جواك انت، في انك تحترم نفسك وتحافظ على كرامتك. الشهرة اللي بتيجي من غلط او من حاجة مشينة عمرها ما هتجيب لك احترام حقيقي. وهنا بقى لازم تسأل نفسك ايه اهم عندك، احترام الناس ليك ولا عدد اللايكات؟ تعالى كده نتفق على شوية حاجات نعملها انا وانت علشان نكسب احترامنا لنفسنا في المقام الاول. ما تعملش حاجة مش مؤمن بيها. لو حسيت انك بتعمل حاجة غلط ما تعملهاش، حتى لو كل الناس بتقولك اعملها، حتى لو كانت المكاسب المادية اللي هتيجي من وراها كبيرة. ولو في حاجة هتبدأ تعملها وانت بادئ تعملها بتقول انا هبقى توب عنها بعدين، لا تبقى غلط. تاني حاجة، اختار دايما الصح وما تختارش السهل. كتير من الناس بيختاروا الطريق السهل، والطريق السهل ده يعني كتير جدا اللي هو غالبا غلط. النجاح الحقيقي بيحتاج مجهود وصبر، زي ما قلت لك قبل كده ان طريق النجاح مش سهل. لما تكون بتشتغل وبتتعب وبتجتهد وفي الاخر كسبت 1000 جنيه هتحس ان الموضوع واقعي جدا وحتى هتنام مرتاح. لكن لو انت ماشي في الشارع كده ما عملتش اي حاجه، لقيت واحد بيديك 1000 جنيه ويمشي، ساعتها لازم تخاف، لازم توقفه وتقول له دول بتوع ايه، مع انهم جولك من السهل بس الطريقه مش منطقيه. تالت حاجه، ما تقلدش حد علشان تبقى زيه، كون نفسك، لان التقليد مش هيخليك مميز، بالعكس الناس هتشوفك كنسخه تانية. ده لو شافوك اصلا. الشهره اللي بتيجي من حاجه سيئه مش بس بتاثر عليك دلوقتي، لا هي بتطاردك طول حياتك. ومش بس حاجه بتعيبك انت بس، لا ده بتعيب ولادك اللي لسه في علم الغيب، لسه ما جوش. اوعى تفتكر اسمك وسمعتك دول ملكك لوحدك، وكل ما تيجي تبني مستقبلك هتلاقي الماضي الغلط واقف في طريقك. اوعى تعمل حاجه تخليك واقف قدام المرايه وانت محتقر الشخص اللي في المرايه. لو بتمشي في الطريق الصح حتى لو كان صعب وطويل في الاخر هتوصل. النجاح اللي بيجي من احترام نفسك هيخليك فخور بنفسك، هتلاقي الناس بتحترمك علشان شخصيتك، علشان انت نفسك، علشان اللي بتقدمه، مش علشان حاجه عملتها علشان تلفت الانظار. واوعى تبص للي بيعمل اي حاجه وفي الاخر بيكسب فلوس وبيسافر اماكن وبيجيب عربيات وبيعمل حاجات، اوعى تبص له بنظره ان هو شوف وانا تعبان ودخلت كليه كذا وعملت كذا، لا خالص. مقارنه مش في محلها خالص. الشهره اللي بتيجي من الغلط هي لعنه مش نعمه. اوعى تفقد احترام نفسك، لانك هتلاقي نفسك في دايره مش عارف تطلع منها. خليك واعي وفكر في كل خطوه بتاخدها. وقبل الكلام اللي انا بقوله ده كله لازم تفكر انت ربنا شايفك ازاي. تخيل مثلا لو حد بيسجل حياتك في فيديو، لو عرض عليك الفيديو ده تاني، هل هتقف كده رافع راسك كده وتقول ايوه هو ده انا، ولا هتتكسف من نفسك؟ ودايما بقول ان مش مهم انت معروف بايه عند الناس، المهم انت معروف بايه عند ربنا.